السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل عليكم جميعا يا جماعة، أو يا مساء الفل على حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو بتاعي. طبعا يا جماعة زي ما عودتكم قبل ما اخش في موضوع الفيديو بتاع النهاردة او الحلقة بتاعت النهاردة، ما تنساش تعمل لايك للفيديو علشان اللايك بيساعد بشكل كبير جدا ان الفيديو يوصل لكل الناس المهتمية بالسفر والتأشيرات وتعديل الأوضاع، وتعمل سبسكرايب للقناة، وفي الكومنتات سيب لي استفسارك وانا ان شاء الله هرد على 100% من أسئلة حضراتكم. نسمي الله ونتوكل على الله ونخش في موضوع الحلقة بتاعت النهاردة. للأسف يا جماعة أخبار سيئة جدا برضو عن ماذا يحدث داخل الولايات المتحدة الأمريكية. برضو النهاردة مواطن مصري، وده كمان للأسف تم ترحيله، ولكن القصة اللي أنا هحكيها لك النهاردة دي علشان تعرف هناك الدنيا ماشية ازاي. الشخص ده كان موجود داخل الولايات المتحدة الأمريكية، قدم لجوء، بس للأسف الشديد طبعا المحامي بتاعه لبسه في حيطة. الراجل ده راح المحكمة، عنده ميعاد قضية، كان مقدم الأول على اللجوء أونلاين، أخد السوشيال سيكوريتي بتاعه، أخد الورك بيرمت بعد 155 يوم، وقعد تمام والدنيا تمام وشغال والدنيا ماشية ووضعه كل ده قانوني. جه طبعا ميعاد المحاكمة بتاعته كانت النهاردة. راح النهارده يخش المحكمة، ورينا الأوراق بتاعتك، ايه الكيس بتاعتك. فضل يتكلم مع القاضي، ها تمام. للأسف في الآخر القضية بتاعته اترفضت. انت طبعا المفروض في القانون الأمريكي ان انت بيحق لك ان انت تعمل طعن، تمام، وتفضل برضو وضع قانوني والدنيا زي الفل يعني. المهم معلم ده تمام خلاص، مفيش مشكلة. طالع هو والمحامي، مين مستنيه بره بقى على باب المحكمة؟ مؤسسة ايس. عشان الناس اللي مش متابعة يا جماعة، ايس دي جماعة كده شرطة طبعا تبع دونالد ترامب، كانت موجودة من زمان، بس للأسف بعد ما دونالد ترامب مسك في الولايات التانية نشطت جدا جدا. طبعا بيبقى بالنسبة لهم المحاكم دي والحاجات دي طبعا بيبقوا عارفين الناس اللي جت تقدم لجوء وبتاع والكلام ده كله. المهم صاحبنا ده اتمسك في ساعتها، طبعا نزل له فيديوهات كمان على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو مترحل طبعا معاملة سيئة جدا، ضرب، شد التيشيرت بتاعه اتقطع، وللأسف الشديد طبعا طلع له قرار ترحيل وهيترحل على مصر فورا. فالموضوع اللي احنا نفهمه من الموضوع ده ايه؟ امريكا ما بقتش زي زمان، الترحيلات بقت بشكل كبير جدا جدا. مؤسسة ايس منتشرة في كل الاماكن، محلات الاكل، الفنادق، الاوتيلات، المولات، ماشيين في الشوارع لابسين ملكي قدام الجوامع قدام الكنايس. فركز للناس اللي هتقدم لجوء وناوية تيجي امريكا، لو عندك كيس قوية جدا 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 وانت عارف ان الكيس دي حقيقية وما فيهاش اي ورق مزور، تمام، تعالى اختار محامي فعلا كويس ومحامي ثقة، مش اللي هو بقى ب5 6 آلاف و7 آلاف دولار ده، تمام. لا، المهم بغض النظر عن الرقم يكون الراجل ده محامي ثقة وجاب قدر يعمل للناس قواضي قبل كده كتير. مهم ما تكونش القضية بتاعتك متحورة من الآخر وانت عامل رواية من دماغك ورايح، لا معاك صور ليها، لا معاك فيديوهات، لا معاك أوراق رسمية والحاجات دي كلها. فطبعا الكيس بتاعتك هتترفض. ما تبصش تحت رجلك. انا عارف ان انت بعد 155 يوم بتاخد السوشيال بتاعك وبتاخد الورك بيرميت، وبقول لك ماشي مفيش مشكله، هقعد سنتين ثلاثه، بس برضو خلي بالك عشان انت عاجلا ام اجلا هتروح للمحكمه، ولو ما عندكش كيس فعلا قوية جدا فللأسف انت هتترحل وقتي، وحتى مش هتلحق ان انت تعمل معارضة على الطلب بتاعك، لان للأسف زي ما انا قلت في بداية الفيديو مؤسسة ايس دي بتبقى واقفة قدام المحاكم، قدام الجوامع، قدام الكنايس، بيمشوا في الشوارع، بالذات يا جماعة الولايات الكبيرة زي كاليفورنيا زي نيويورك، وقاعد يا باشا ماشي كده في الشارع يقابل اي حد هو مش عاجبه شكله، وريني ورقك، وريني فيستك، وريني اقامتك، الجرين بتاعك، الجنسيه بتاعتك، ايا كان. لا ان انت وضعك مش قانوني انت بتتمسك في ساعتها. لا بيقول لك هتروح قضيه ولا هعمل لك مش عارفه ايه، لا لا لا، انت بتتاخد ساعتها في ساعتها كده يا معلم، وهوبا بيطلع لك قرار ترحيل ويلا مع السلامه. المغزى في الفيديو ده، لو انت معاك الفيزا وانت رايح وناوي تعمل اللجوء، فلو ما عندكش كيس قوية جدا 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 ما تعملش كده. روح استمتع بوقتك، اقعد ال6 شهور بتوعك وخد بعضك وانزل تاني. امريكا يا جماعة ما بقتش للناس المخالفة قانونيا، وانا ما انصحش اي حد ان هو يعيش في اي بلد بشكل غير قانوني. ده كان موضوع الفيديو بتاع النهاردة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتعمل سبسكرايب في القناة، ولو عند حضرتك اي استفسار سيبهولي في الكومنتات وانا ان شاء الله هرد على كومنتاتكم. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو بتاع بكرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.